منذ سنوات طويلة كانت البطولة التونسية قبلة للاعبين الجزائريين، والكثير من الأسماء الجزائرية تركت انطباعا جيدا في الملاعب التونسية، ولكن هناك 5 أسماء جزائرية على الأقل دخلت قلوب الجماهير التونسية من خلال أدائها الكبير. إلى اليوم ما زالت جماهير النادي الإفريقي تتغنى بصخرة الدفاع فوذيل مغاريا اللي توج مع الفريق بالرباعية التاريخية في مطلع التسعينات من القرن الماضي، وتألق المدافع الليبي علي يوسف هذا الموسم مع الفريق خلى الجماهير تطلق عليه لقب مغاريا الجديد. جماهير النادي الإفريقي أيضا لن تنسى الجزائري عبد المؤمن جابو والمكانة التي تركها في قلوب الجماهير والبصمة الكبيرة التي تركها مع الفريق طيلة 3 سنوات. سنة 2013 تعاقد النجم الرياضي الساحلي مع المهاجم بغداد بونجاح بعقد لمدة 3 سنوات قادما من اتحاد الأحراش، ولكن الجميع لم يعرف وقتها أن النجم قد تعاقد مع واحد من أفضل المهاجمين اللي مروا عبر البطولة التونسية. وجماهير فريق جوهرة الساحل لن تنسى بونجاح وأهدافه الحاسمة مع الفريق. جماهير النجم الساحلي أيضا تتذكر إلى اليوم لاعبها الجزائري بلال الدزيري ودوره كبير في تتويج الفريق بكأس الكؤوس الإفريقية وكأس الممتازة سنة 1998. وربما تكون التجربة الأفضل على الإطلاق هي تجربة يوسف بلالي مع الترجي الرياضي التونسي. ويوسف ما يختلفوش اثنين على قيمته الفنية، وما يختلفوش أيضا على المكانة اللي يحظى بها في قلوب عشاق الترجي. حكاية يوسف بلالي مع الترجي بدأت بعمر 21 سنة وهي مستمرة إلى اليوم في عهدتها الثالثة. الأسماء التي سبق ذكرها كان لها بصمة رياضية ممتازة وحظيت بقلوب الجماهير، ولكن هناك تجارب جزائرية أخرى في الملاعب التونسية كان النجاح فيها متفاوت وبدرجات، رغم أن الأسماء لها قيمة كبيرة من قبيل عنتر يحيى والرزقي عمروش وحميد الرحموني وعبد الرزاق الجنيت ومليك زرقان وفريد غازي وعبد الملك شراد وخالد لموشية وغيرهم.